تعملوا لايك واشتركوا في القناة واعملوا فيل الجرس عشان يشوفوا كل جديد. باي باي. طبعا زي ما انتوا عارفين احنا كلنا او فينا غالبا بيحتاج الناس طيبة، الناس حنينة. زي ما قلت لكم الناس الطيبة دي رزق، الناس الحنينة في حياتنا رزق. فأنا واحدة من الناس بحب الناس، بحب أكون قريبة من الناس، بحب حب الناس. سبحان الله، دايما بنحلم وندور في حياتنا على ناس تحسنا وتحس بينا وتحبنا من غير مقابل، وتخاف علينا من غير مقابل، وتحب لنا الراحة وتحب راحتنا برضو من غير مقابل. يا رب يا رب بحياة الأيام المفترجة يبعد عننا قاسية القلوب يا رب. يا رب يكفينا شر قاسية القلوب. الناس، في ناس مش حلوة، نفسيتها مش حلوة، تغيب عن حد النهاردة يوم ولا اتنين لك بس أنا كنت تعبان وانت ما سألتش عليه، ويعمل لك فيلم ومباراة. طب ما احنا ياما تعبنا وياما حصل لينا، ما شوفناكش سألت علينا ليه؟ شوفناكش عبرتنا أصلا ليه؟ ومع ذلك بنلتمس لكم العذر. الدنيا لاهية، الناس الدنيا تلاهي يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل عليكم، أحلى صباح على عيونكم، صباح الورد، صباح الفل وصباح الياسمين، وأحلى صباح يا أحلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر وفي جميع أنحاء العالم. يا أهلا وسهلا بيكم، نورتوا قناة المتواضعة يوميات أمل ولوجي. يا أهلا وسهلا بيكم، أنا أمال الألفي. أهلا وسهلا بيكم في قناتي، نورتوني وشرفتوني. فعلا ربنا يا رب يكرمنا جميعا بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يكبر خواطرنا جميعا. اللهم اكبر خاطري وخاطركم وخاطر الناس كلها يا رب، اللهم امين. معرفتي الناس كنوز يا جماعة، ومش اي ناس، الناس الطيبين، الناس المحترمين، الناس ولاد الناس، بجد الناس ولاد الناس، ناس طيبين محترمين. يا رب كده دايما يجعلنا، يا رب كده يلاقينا ربنا دايما في الناس الطيبين، الناس المحترمين، الناس المخلصين في عشرتهم، الناس اللي قلبها حنين يتمنوا لك الخير ومش محتاجين منك مقابل. بجد هم دول الناس اللي الواحد فعلا يدور عليهم ويجري وراهم، لان هم فعلا ونعم الرزق، هم رزق. الانسان الحنين رزق. طبعا دي الحاجة نصرة غنية عن التعريف، والدة سمسمة العمدة، والدة سمر العمدة، والدة نرمين العمدة، والدة محمد العمدة. يا اهلا وسهلا بيها، بتشرفني وتنورني. لمجرد ان انا بروح لها اجيب من عندها الزبدة والحاجات اللي انا بحتاجها دي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يجعلهم بألف أنا وصحة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع عليها ويرزقها ويزرها من نعم الله. اللهم بارك اللهم بارك. انا هقول لكم تاني وتالت ورابع، الحاجات دي والله العظيم لمنتهى الامانه، في منتهى الامانه، في منتهى النظافه، في منتهى، يعني مش قادره اوصف لكم نظافتها وامانتها. حاجه اللهم بارك كده زي العسل يعني. حاجه نصرة صاحبه الكرم، مرات العمده، لازم أن تكون ست الستات. وهي فعلا ست الستات، يعني المفروض يعني هي، اقول لكم سيدة مصر الاولى هي هرم من اهرام مصر يا جماعه. حاجه نصر حبيبه قلبي، ربنا يبارك فيها ويسعدها. رجع مطرحها رجل لو سمحت، وسع رزقها يا رب، اللهم امين. هي صاحبه الكرم فعلا، صاحبه الجود، صاحبه الامانه. ربنا يبارك فيها ووسع عليها وعلينا وعلى امه محمد يا رب، اللهم امين. وسع ارزاقنا وارزاق وارزاق الناس كلها يا رب. اخواتي وحبايبي اللي بيكتبوا لي في التعليقات وشرفوني ونوروني، داخل مصر او خارج مصر، او القنوات على اليوتيوب، يا اهلا وسهلا بيهم. ربنا يسعد ارزاق ويسعد اوقاتهم ووسع ارزاقهم، اللهم امين يا رب العالمين. عاوزه اقول لكم احنا في ايام فعلا، ايام خير وايام بركه. احنا في شهر رجب، في افضل الايام فعلا فعلا. ربنا يجعلها ايام خير ورزق وسعد، ويرحمنا ربنا من الغلاء والوباء والهم والغم يا رب، اللهم امين. ربنا يرد علينا جميعا الهم والغم والوباء والبلاء والغلاء يا رب، اللهم امين. احنا كنا قاعدين بالليل كده شويه، فاحنا بصراحه زي ما انتوا عارفين الليل بيجوع، الدنيا بتشتي عندنا هنا من يوم الاثنين، من يوم الاثنين اليوم الرحله اللي كنت طالعه ده. فعلا الدنيا بتشتي عندنا فعلا من يوم، مفيش ساعه تبطل ساعه وبعدين ترجع تشتي تاني، تبطل ساعتين بالكتير قوي ترجع تشتي تاني.
فهي من يوم الاثنين لحد النهارده الخميس ما شاء الله اللهم بارك، يعني الشتا رزق وخير يا جماعه الحمد لله بتشتي. فزي ما انتوا فاهمين ان الشتا بيجوع والليل بيجوع فعلا. فانا قمت دلوقتي محتارين هنعمل ايه، او عاوزين حاجه تسلينا او تدفينا، حاجه تغمسي بها مثلا إيه، كوبايه شاي شويه لبن. احنا ما كناش جبنا عيش احنا كنا ما جبناش عيش النهارده بصراحه، ما كانش في عندنا عيش، واحنا كنا طابخين طبعا ومتغدين الحمد لله بألف هنا وصحه. لكن عاوزين حاجه تسلينا كده واحنا قاعدين بالليل برضو، يعني تعتيم متاخر الليل يا جماعه. فرحت قايمه، كان عندي كيلو دقيق كده اللهم بارك، حمد قال لي قوم اعمل لنا ايه اي حاجه كده ناكلها. قايمه عامله كيلو دقيق، جيت حطيت كيلو دقيق وحطيت كيس بيكنج باودر، كيس خميره، ظرف فانيليا، شويه سمسم مع شويه ذره ملح، معلقه سكر كبيره، اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. لفيتهم وكان عندي مكعبين زبده، حطيت مكعبين زبده في ربع كوبايه زيت او نص كوبايه زيت تقل ما تزيدش يعني، وسيحتهم كده ورحت نازله عليهم بشويه لبن جاموس اللهم بارك زي ما انتم شايفين يعني. زودت عليهم معلقتين لبن بودره ورحت عجناهم كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، عجينه جميله يعني. انا صلت العشاء ورحت قايمه عجناهم، وعمال ما خدت لفه كده وقلنا الكلمتين وما اعرفش ايه كانوا ما شاء الله رفعوا بقوا زي الفل. طيب هنعمل فيهم ايه يا اموله؟ جبت حته، كان عندي جبنه قريش احنا جايبينها من عند الحاجه نصره دي، هي ضيفتنا طبعا وما شاء الله يعني جبرت خاطري، ربنا يكبر خاطرها ويوسع عليا يا رب. احنا ما يعني كنا رايحين بعد غدا وهم ده الناس كرمه، فصممت قالت لي بلا مش هتتغدي او انتوا اتغديتوا يبقى لازما ايه تاخدي الجبنه القريش دي بألف هنا وصحه كده، يعني حاجه من البيت لزوم الضيافه يا جماعه. هي كريمه صاحبه خير وصاحبه واجب، فصراحه والشهاده لله انها فعلا بتقابلنا بمنتهى الاحترام وبمنتهى الذوق وبمنتهى الرأفة والحب والحنان، اقسم بالله العظيم يعني فعلا. فربنا يوسع عليها ويكرمها ويبارك فيها وفي اولادها وفي زوجها العمده يا رب اللهم امين. فدلوقتي قعدت هنا قرصت القرص بتاعتي ومجهزه بقى الجبنه القريشه اهي اللي احنا جايبينها من عند الحاجه نصره، اللي هي كانت عطيها لنا هديه بصراحه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك ربنا يوسع عليها اللهم امين. طعمها جميل جدا وحدقها حلو قوي قوي اللهم صل على النبي. فصراحه قلت بقى القرصه اللي احشيها اخبزها كده او ابططها كده واحطها في الصينيه ترفع براحتها. انا جهزت جنب مني الجبنه وجهزت مرته وجهزت مربى، حشيت شويه جبنه شويه مرته وشويه مربى وشويه ساده يعني. فللامانه كان طعمها جميل كده وحدقها حلو قوي قوي يعني اللهم بارك يعني. خبزتها وسبتها ترتاح شويه. محمد بن طارق جاي من بره ومنى بنت بتموت انها تناغشه باي كلمه يعني، بتموت انها تناغش، فانا ببرق لها بقى عشان تسكت يعني تمسك لسانها شويه مفيش فايده فيه، مصممه انها تنحي فيه برضه يعني. شايفين القرصه وسمكها بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا بقى لما نسيبها ترفع او تخمر براحتها في الصينيه هتبقى اللهم بارك يعني حاجه تانية خالص. لسه بتزيد يعني بتقب كده او بتعلى في بعد الخمر بتاعها بسم الله ما شاء الله. خلاص يا لوجي في الدور. لوجي بقى عماله توصف لكم بقى هي تعمل ايه، لو انا سبت لكم الشويه بتوع دول هتضحكوا عليا لما تقولوا يا كيف بقى بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني عادتها حلوه ربنا يهديها. سيب السكينه عشان ما تعكش يا لوجي. متنسوش يا جماعه اول مره اشوف قناه يا ريت يشترك في القناه وفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد بامر الله. وعاوزه اقول لكم كل من دخل قناتي وشرفها يا اهلا وسهلا بيه، شرفتوني ونورتوني اخواتي وحبايبي داخل مصر وخارج مصر وفي جميع انحاء العالم. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويديمكم اخوات وحبايب يا رب اللهم امين. وزي ما قلت لكم فعلا فعلا كلنا محتاجين رضا ربنا علينا اولا وحب ربنا لينا وحبنا لبعض، احنا فعلا محتاجين حبنا لبعض يا جماعة بجد بجد. حب الناس للناس ده رزق اللهم لك الحمد. طبعا احنا بالليل دلوقتي الساعة كام دلوقتي يا امل؟ الساعة 9 الساعة 8:30 كده تقريبا، لسه ما جاتش 9 يعني ما شاء الله بالليل يعني. الكلام ده كان بعد العشاء يجيب ساعة كده بالليل. فدخلت الجنينة محمد ولع لي الفرن ودخلت الجنينة كده عشان اسوي القرص اللهم بارك يعني ما شاء الله جايبين شوية قرص حلوين ربنا يبارك فيهم ويجعلهم بألف هنا وصحة للي يشوف وألف هنا وصحة للي ياكل. فقلت يعني اسويهم كده بالليل براحتنا
حد يحب بقى تشربي معاهم كوباية شاي، تشربي معاهم كوباية لبن، تشربي معاهم كوباية كاكاو، كوباية سحلب حلوة كده، لزوم البرد والتكتكة والحاجات دي مفيش مشكلة. فمنا بنتي بقى وش يعني كل شوية تقولي الدنيا تشتي، ساعة ما الشجر الهوا يشغل الشجر كده ويخربط تقولي الدنيا تشتي الدنيا تشتي. هعمل ايه يعني، اسيب القرص واقوم؟ ان شاء الله مش هتشتي. شوفوا لوجي بقى عملت ايه، لبست الجاكيت بتاع محمد وجايه توريني بقى، يعني دلوقتي كده لبست الجاكيت بتاع محمد فرحانه بيه قوي. اقول لها قومي اعملي بقى، اقول لهم اعملوا لايك، ما تنسوش اللايك. شوف بقى هتطلع كمها ازاي، يعني بتطلع دراعها ازاي من قلب الكم، شوف الكم اطول منها قد ايه، شوف شايفين صباحها بقى من الكم. ما تنسوش اللايك. حطوا يا جماعه احلى لايك للوجي. شايفين بتوريكم بقى. بتوريكم الجاكيت بتاعها، ده جاكيت محمد، وهي بتحب تلبس لبس محمد من ورايا يعني. لو قفشها دلوقتي هينفخ وهي لابسه الجاكيت، فهي تستخبى فيا بقى. محمد وقف قدام البابا بره، كل شويه تعملي ازاي، شوفي ابنك عدى كده ابنك عدى كده، انا شايفه خاله في البوابه. يعني سبحان الله، بين الفرق بين لوجي ومحمد 15 سنه، بس تحسي هو اللي مربيها يعني، بس تحسي ان لوجي بنت ضرة اخواتها يعني، اصغرهم وعاوز تعمل الرئيسة عليهم، ربنا يهديها. شايفين القرص بسم الله ما شاء الله تبارك الله شكلها عامل ازاي، بأمانة شكلها يفتح النفس، اللهم بارك، وريحتها حلوة قوي قوي، وكفاية انها معمولة في بيتك على ايدك. عارفة انت عملتها ازاي، عارفة اه ايدك نظيفة مش نظيفة، الحاجة بتاعتك نفسها نظيفة او مش نظيفة، ما شاء الله، بألف هنا وصحة للي يشوف، وألف هنا وصحة للي ياكل. الجبنة فعلا اللي فيها مربى بتبقى لها طعم حلو، واللي فيها جبنة كل واحدة سبحان الله لها طعمها، لها طعم الشيء اللي فيه. نسيت اقول لكم ان انا حاطه على شويه سمسم، لان بحب السمسم في القراص والكماج بصراحه، وانا بيحبوها يعني القراص والكماج بنحب نحط فيه السمسم يعني. واللي زي ما قلت لكم حاطه فيها معلقه كركم، لان الكركم بيديها لون حلو قوي. الكركم من اللون من الالوان او الاطعمه الصحيه، بتدي للقرصه شكل حلو. تغيير يا جماعه، تغيير. بالكاري يعني؟ لا كركم مش كاري، كركم. شايفين لوجي، سامعين لوجي قلتلكوا ايه. يا ريت ما تنسوش اللايكات بتاعتكم يا جماعه، فعلا اللايك بيرفع من مستوى الفيديو. يعني انا نفسي فعلا الفيديو ده اكتر عدد من الناس انها تشوفه، ويا رب يا رب دايما يديمكم نعمة في حياتي، احلى اخوات واحلى اصحاب واحلى متابعين في الدنيا. ربنا يسعدكم ويسعد اوقاتكم ووسع ارزاقك، اللهم امين. هطلب منكم تاني فضلا وليس امرا، شايفين القرصة بسم الله ما شاء الله، ارضيتها ووشها بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، اللهم بارك. هطلب منكم يا جماعة، يا ريت اول مرة اشوف قناتي اشترك في القناة وفعل الجرس علشان ان شاء الله يوصل منه كل جديد بامر الله. وعاوزة اقول لكم كل من دخل في قناتي ودعمها ولو بلايك متحرمش منه ابدا، وربنا يوسع عليه وبالخاطره ويرضيها، اللهم امين. طبعا عاوزة اقول كلمتين مهمين. شايفين الهوا، من عاوزة اقولكم الهوا بيخربط في الشجر ازاي، لسه اكيد فيها شتا لما بكره او بعده باذن الله. عاوزة اقول كلمتين مهمين، كل سنة وانت طيبة يا هنومة، وسنة سعيدة عليك يا رب. يا رب. كل سنة وانت طيبة، وربنا يجعلها سنة النجاح والسعد والخير والفرح ليكي، وعقبال 100 سنة يا حبيبتي، ربنا يا رب يسعدك وبارك فيكي وخليكي، ودايما تكوني في حضني وجنبي يا حبيبة قلبي، اللهم امين. شايفين لوجي بقى، لوجي جاي تدفيني يعني، بتغني لكم دلوقتي، لوجي بتغني قدام الفرن في الدفن. احلى وقت على فكرة يا جماعة تسوي فرص وانت قاعدة قدام الفرن كده بالليل، وولادك كده ربنا يبارك ملون حواليكي، وكل واحد بيستنى القرصة الفلانية ياكلها. القرصة المحشية جبنة لها طلب، لا حد يطيبها. القرصة المحشية مرتة حد مستنيه، والقرصة المحشية مربى حد مستنيه. فده أحلى وقت فعلا تقعدي، وربنا يبارك كده ليا ولكل المسلمين أو الناس كلها عامة يا رب، وكل واحد له طلب كده ومستني القرصة بتاعته تطلع من الفرن. يا ريت يا جماعة متنسوش اللايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة وموضوع جديد، وباي باي، ومع ألف سلام في رعاية الله.